مساء الفل على احلى متابعين. الجوله الثالثه يا جماعه الحقيقه جايه علينا بوجع دماغ، اصابات وايقافات، والحقيقه ناس كتير محتاره تعمل ايه. فانا في الحلقه دي هرتب لك كل حاجه خطوه بخطوه، من افضل بدايل للعيبه المصابه وموقوفه لغايه تشكيله وايلد كارد وتشكيله فري هيت مقترحه للاسبوع الثالث. وهنختم بالكابتنه، هقول لك مين الكباتن الريسك ومين الكباتن اللي مضمونين. واول حاجه حابب اتكلم عليها في حلقه النهارده هم اللاعبين المصابين والموقوفين في فرقنا واللي احنا عايزين لهم بدايل. تعالوا كده مع بعض نشوف مثلا لعيب زي ساكا او لعيب زي بالمر لو في فرقتك، وانت طبعا هتكون عايز تجيب حد تاني بدلهم. ولو جيت تقول لي مين هم يا صديقي بقى بدايل مثلا لعيبه زي ساكا وبالمر، هقول لك فانت عندك لاعب زي كونيا، عندك لاعب مثلا زي إيلانجا، عندك لاعب زي قدوس لو مش معاك، في كمان لاعب زي نداي من نوتنجهام فورست او ندوي، وفي لعيب كمان اقل شويه في السعر فات 6 مليون اسمه واتارا من برنتفورد. بصراحه برضو ماتشات برنتفورد حلوه، وان شاء الله اللعيب ده متوقع برضو ان هو يجيب نقط كويسه الفتره اللي جايه. وعندك لاعب كمان زي اسماعيل صار من كريستال بالاس، عندهم في الاربع ماتشات اللي جايين 3 ماتشات سهلين، ومتوقع ان اسماعيل صار او كريستال بالاس يسجل فيهم اهداف. وكمان ممكن نحط عينينا على واحد زي جريليش اللي عمل اسيستين الماتش اللي فات، وخصوصا ان ايفرتون برضو عندها ماتشات يعتبر سهله نسبيا. بس هي دي اللعيبه اللي انا حسيت ان هي ممكن تبقى مختلفه كده وممكن تفيدك عن التمبلت اللي الناس كلها بتتكلم فيه، فكره نيتو مثلا، فكره جاكبو. معظم الناس دي اصلا ممكن تكون في فرق ناس كتير مننا، فانا حبيت اقول على شويه اختيارات كده ممكن ما تكونش واضحه. اما بالنسبه للخيارات اللي انا قلت لكم عليها اللي هي تعتبر واضحه للناس كلها، فمش حابب ان انا ابقى بتكلم فيها واضيع وقت كتير. وتعالى بقى معايا اوري لك اقوى وايلد كارد ممكن تنفعك على اللونج تيرم الفتره اللي جايه لو انت خلاص قررت ان انت تعمل الوايلد كارد. لكن انا الحقيقه ما افضلش انك تعمل الوايلد كارد خصوصا دلوقتي، واحنا يا دوب بعد الجوله دي هيبقى في توقف دولي، واحنا عارفين المشاكل اللي بتحصل في التوقف الدولي بتبقى كتيره ازاي. لكن لو انت برضو لعيبتك دلوقتي يعني او فريقك دلوقتي فيه اصابات كتير ومحتاج ان انت ضروري تعمل وايلد كارد، فانا جهزت لك خطه ان شاء الله هتناسبك على المدى البعيد وهتنفعك الفتره اللي جايه جامد، وهتجيب ان شاء الله نقط كتيره تحسن من ترتيبك لو انت ترتيبك بعيد ولا حاجه. ولو جينا نبص على اول لاعب في تشكيلتنا في الحراسه، هيكون معايا سانشيز من تشيلسي. طبعا ماتشهم اللي جاي قدام فولهام، وعندهم برضو جدول ماتشات سهله الفتره اللي جايه. والحارس الاحتياطي طبعا هيكون دوبرافكا ب 4 مليون على الدكه. اول لاعب معايا في الدفاع وهو ماتي كاش من استون فيلا. انا عارف ان طبعا استون فيلا بدات الموسم بنتائج مش كويسه، ولسه فورمتهم برضو ما بقتش كويسه قوي، لكن الحقيقه ان احنا عارفين ان استون فيلا من الفرق اللي دايما لما بتبدا الموسم حتى لو هي مش بادئه باحسن شكل ممكن، مع الوقت او بيمسكوا فورمه كده تصاعديه. فانا حابب ان انا يكون معايا مدافع منهم مع جدوله الماتشات السهله قوي اللي جايه على استون فيلا. تاني لاعب معايا في المدافعين وهو اولي اينا من نوتنجهام فورست، وبصراحه انا فضلته عن اني اجيب سيلز في حراسه المرمى، عشان لو الكلين شيت ضاع ممكن اولي اينا يا يجيب لي نقطتين مثلا من التدخلات او من اي مساهمه هجوميه ولا حاجه. احنا كلنا عارفين الراجل بيزيد وبيطلع اوقات كتير بمساهمات هجوميه. اللاعب اللي بعد كده هو بيدرو بورو من توتنهام، واللي الحقيقه بادئين الموسم بفورمه جباره، والحقيقه انا مختار بيدرو بورو علشان المساهمات الهجوميه اللي ممكن يطلع لي بيها. احنا شفنا كلنا الراجل بيزيد قد ايه، الراجل دايما على الكرات الثابته او في اغلب الاوقات على الكرات الثابته، فممكن يعمل لي اسيست او يطلع لي بجون، ومش هكون عايز اكتر من كده الحقيقه. لو جاب لي كلين شيت معاهم يبقى زي الفل قوي. اللاعب اللي بعد كده معايا هيكون مارك جويهي من كريستال بالاس، والحقيقه عندهم برضو جدول ماتشات يعتبر سهل نسبيا، وكريستال بالاس كلنا عارفين ان هي من الفرق اللي بتعرف تطلع بكلين شيت. فانا قررت ان انا يكون معايا جويهي باربعة ونص عشان برضو ايه نعرف نظبط بقيه التشكيله بتاعتنا كده. اللاعب اللي بعد كده معايا في خط الدفاع هيكون ستيفي مدافع دكه ب 4 مليون، واحنا شفناه الماتش اللي فات طلع بكلين شيت، فلاعيب كده نقدر نعتمد عليه في ماتشات معينه او في اسابيع معينه. وندخل بقى على خط النص اللي هيكون فيه اول لاعب طبعا محمد صلاح. احنا كلنا شفنا محمد صلاح طبعا في اول جولتين طلع بجون وطلع باسيست. الجونين يعني الجون والاسيست او المساهمتين بمعنى اصح اللي هو عملهم في الماتشين اللي فاتوا كانوا في اخر ثانيه، معناها ان الراجل بيقاتل على انه لازم يعمل حاجه في الماتش لغايه اخر ثانيه. وده يخلينا ان احنا نحافظ على صلاح في فرقنا. عندهم الماتش اللي جاي هيكون ماتش صعب قدام ارسنال، لكن بعد كده عندهم ماتشين مفيش احلى من كده بصراحه، قدام بيرنلي وقدام ايفرتون. فالحقيقه ان انا شايف ان محمد صلاح لازم يكون معانا في تشكيله الوايلد كارد. اللاعب اللي بعد كده هيكون بيدرو نيتو من تشيلسي، واللي الحقيقه اللي انا نصحت دايما بيه او كنت بنصح دايما بيه قبل الموسم، والحمد لله ان انا جبته في فرقتي وشفنا الاداء بتاعه في اول الموسم عامل ايه. الراجل من اهم اللعيبه في تشيلسي، يعني اذا ما كانش اهم لاعب في تشيلسي حاليا، وبادجت 7 مليون، فالحقيقه انا شايفه اختيار ممتاز. نيجي للاعب اللي بعد كده وهو ندوي من نوتنجهام فورست. الحقيقه عندهم ماتش جاي قدام ويست هام سهل، وبرده جدول ماتشات نوتنجهام فورست
يعني مش اصعب حاجه، ويقدروا برضو يسجلوا اهداف عادي. فندوي الحقيقه عاجبني انا، وب6 مليون، وبرضو هيكون كفر من نوتنجهام بدل كريس وود. فالحقيقه انا ندوي عاجبني من نوتنجهام اكتر كمان من كريس وود، اللي بدا يبقى فيه شكوك على انه ممكن يكمل 90 دقيقه كاملين. ونيجي للاعب اللي بعد كده، وهيكون إيلانجا من نيوكاسل. الماتش اللي جاي عندهم قدام ليدز، بعد كده عندهم وولف، بعد كده عندهم بورنوس. فجدول ماتشات الحقيقه برضو يخلينا لازم يبقى معانا حد من نيوكاسل هجوميا، وخصوصا بعد طرد جوردن طبعا. فانا شايف ان احسن بديل لي من نيوكاسل هو إيلانجا. اللاعب اللي بعد كده معايا هيكون قدوس من توتنهام، هيلعبوا بورنموث، وزي ما قلنا برضو على بيدرو بورو، فنفس الكلام على قدوس بالنسبه لجدوله ماتشات توتنهام السهله. فقررت ان انا يبقى معايا قدوس وبيدرو بورو من توتنهام. ونيجي بقى لخط الهجوم، وهيكون اول لاعب معايا وهو هالاند. ومش عايز يا جدعان الناس تقول ان هالاند بلانك الماتش اللي فات وخلاص، لا، هالاند كان قريب قوي 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 من انه يعمل على الاقل مساهمتين بكرة عملها اسيست المرموش ضيعها من جوه المنطقه انفراد يعتبر، وكرة تانية هالاند ضيعها بالهيد كده من جوه الستة. يعني الفرصتين دول بسهوله جدا كانوا ممكن يطلعوه ب 10 او 12 نقطه ويعمل دبل ديجيت عادي الجوله اللي فاتت. فالحقيقه ان هالاند بادئ الموسم برده بفورمه جامده جدا، واحنا لازم نستفاد من الموضوع ده باللي نقدر عليه طبعا. فهالاند هيكون معانا في التشكيله بنسبه كبيره، ممكن يبقى هو كابتن او من الكباتن المضمونه في الجوله دي. وتاني لاعب معايا في الهجوم هيكون جواو بيدرو، اللاعب اللي زعل كل الناس اللي بعته بعد الجوله الاولى، وتألق بشكل كبير في الجوله الثانيه وسجل هدف وعمل اسيستين وطلع ب 15 نقطه وخد بونص. فالحقيقه كل واحد باعه حابب اقول لك هارد لك. لكن بالنسبه لي جواو بيدرو هيكون معايا في التشكيله بتاعه الوايلد كارد بتاعه النهارده. واللاعب اللي بعد كده هيكون مارك جويه من ساندرلاند، هيكون مهاجم دكه طبعا ب 4.5 مليون. وخليني اقول لك الميزه في التشكيله هنا ان انت تعرف تعمل تغييرات فيها براحتك. يعني مثلا عايز لعيب زي اسماعيل يسار من كريستال بالاس اللي برضه عندهم جدول ماتشات كويسه، وانت شايف ان الراجل ده هيتألق وهيعمل شغل حلو الفتره اللي جايه. فانا هنا ممكن اقول لك ان انت تقدر تستغنى عن واحد زي إيلانجا وتجيب طبعا اسماعيل يسار في فرقتك بكل سهوله. او انت مثلا عايز تدخل واحد زي كونيا في فرقتك، احب اقول لك ان انت ممكن بكل سهوله طبعا تنزل واحد زي بيدرو بورو الفان ديفين، وتعرف تعمل اللي انت عايزه في خط النص، سواء تغير مثلا قدوس بكونيا، او طبعا ندوي من نوتنجهام فورست وتعليه برضو بواحد زي كونيا، او كمان تقدر ان انت تدخل طبعا بدل لعيب زي قدوس واحد زي جريليش او واحد زي ندوي من ايفرتون. كل دي بدايل وحلول انت ممكن تعملها في الفريق من غير ما تلاقي ان انت متقيد بالبادجت او البادجت مزعلك او مضايقك في حاجه. احنا زي ما اتكلمنا وقلنا ممكن تدخل واحد عندك زي جاكبو مثلا بعد ما الليفر يعدي ماتش ارسنال، قلنا عندهم ماتشين سهلين قدام بيرنلي وقدام ايفرتون تقريبا. فالحقيقه ان انت ممكن تدخل واحد زي جاكبو بكل سهوله مكان مثلا حد زي إيلانجا، او لو نيتو ماتشاته بقت صعبه تدخل حد زي جاكبو عادي مفيش مشكله. وكمان قلنا واحد زي اسماعيل يسار، قلنا واحد زي سيمينيو. انت في الحته دي هتقدر تلعب في اللعيبه زي ما انت عايز، مفيش اي مشكله فيها. بس كده، وكانت دي تشكيله الوايلد كارد للاسبوع الثالث. ويلا بينا نشوف تشكيله الفري هيت. لو انت مفعل الفري هيت على اساس ان بعد توقف الدولي تقرر بقى تعمل وايلد كارد ولا لا، ففعلا الوقت ده كويس للفري هيت. لو انت فريقك برضو فيه مشاكل كتير، انصحك ان انت ممكن تعمل فري هيت عادي. لو جينا نبص كده لتشكيله الفري هيت بتاعتنا، هنلاقي ان احنا معانا في الحراسه سانشيز وكيلهر. طبعا انت ممكن تلعب باي واحد من الاثنين، سانشيز عنده فولهام وكيلهر عنده ساندرلاند، الماتشين ممكن يطلعوا الحراس فيهم بكلين شيت. بعد كده عندك تركوفسكي من ايفرتون او اللاعب في المدافعين، طبعا هيلعبوا وولف. ان شاء الله ايفرتون الماتش ده تطلع بكلين شيت. كلنا شفنا البدايه السيئه اللي وولف بادي بيها الموسم. تاني لاعب معايا هيكون بيدرو بورو قدام بورنموث، برضو انا ممكن اتوقع كلين شيت، لكن في وجود طبعا سيمينيو وترافينير واللعيبه دي كلها ممكن الكلين شيت يضيع عادي لتوتنهام. لكن ممكن تلعب بيدرو بورو لانه سهل جدا يطلع باي مساهمات هجوميه، وكمان التدخلات الدفاعيه ممكن ياخد لك منها نقطتين ولا حاجه. اللاعب اللي بعد كده معايا اولي اينا، وان شاء الله انا حاسس ان هو برضو ويست هام مش هيعرف برضو يسجل. احنا شفنا الفريق مفيش بدايه اسوأ من كده، الفريق ال20 في الدوري. فان شاء الله نوتنجهام يطلع بكلين شيت، وانا مختار معايا اولي اينا في تشكيله الفري هيت الاسبوع ده. واللاعب اللي بعد كده هو ريكو لويس من مانشستر سيتي، وان شاء الله مانشستر سيتي برضو يعرف يطلع بكلين شيت الماتش ده، وريكو لويس ممكن يعمل لك اسيست ولا حاجه. خامس لاعب معايا في المدافعين وبنسبه كبيره هيكون دكه، وهو ماتي كاش من استون فيلا. لو جينا بقى نبص على خط النص، هنلاقي اول لاعب معانا وهو بيدرو نيتو من تشيلسي، هيلعبوا فولهام على ارضهم. وان شاء الله بيدرو نيتو برضو من الركنيات، وكلنا شفنا الماتش اللي فاتت تشيلسي جابوا 3 كور اجوان من كرات ثابته. فبيدرو نيتو مهم لانه ماسك كل الكرات الثابته في تشيلسي. تاني لاعب هيكون هو كونيا من مانشستر يونايتد، واللي هيلعبوا بيرنلي زي ما قلت لكم على ارض مانشستر يونايتد، واللي المفروض الفريق يكون ليه رد فعل قوي بعد الخساره والخروج من الكاس من فريق تقريبا في الدرجه الرابعه ومش فاكر اسمه اصلا. اللاعب اللي بعد كده معايا هو ندوي من نوتنجهام فورست، واللي هيلعب ويست هام السيء دفاعيا، وانا مراهن عليه ان هو ان شاء الله يجيب لي جون او جون واسيست الماتش ده.
اللاعب اللي بعد كده هو واتارا من برينتفورد، هيلعبوا ساندرلاند على ارض ساندرلاند، بس انا الحقيقه متوقع ان شاء الله ان برينتفورد تكسب ساندرلاند بكل سهوله في الماتش ده. واخر لاعب بقى معايا في خط النص هيكون برونو جيمارايش من نيوكاسل، وانت ممكن تستبدله طبعا بايلانجا او بارنس على حسب انت رايح مع مين اكتر فيهم، بس انا حبيت اراهن على برونو جيمارايش ان هو ان شاء الله ممكن يجيب جون في الماتش ده. ونيجي بقى لخط الهجوم اللي هيكون فيه هالاند اول لاعب معايا، وان شاء الله بنسبه كبيره ممكن اكابتنه في الجوله دي في فريق انا. وتاني لاعب هيكون ريتشارلسون، طبعا كلنا شفنا بورنموث بيستقبل اهداف من كرات عرضيه، وشفنا الفورمه اللي ريتشارلسون بادئ بيها الموسم، الحقيقه فورمه كويسه، وقدر ان هو يساهم في الجولتين اللي فاتوا باسيستات او اهداف، وان شاء الله حاسس ان هو في ماتش بورنموث هيطلع بنقط كويسه. اللاعب اللي بعد كده معايا في الهجوم هيكون جواو بيدرو، طبعا زي ما قلنا عندهم ماتش قدام فولهام في ارض تشيلسي، ان شاء الله متوقع ان تشيلسي برضو تجيب على الاقل جونين او ثلاثه الماتش ده، وباذن الله يكون لبيدرو نيتو وجواو بيدرو نصيب كويس من الاهداف دي. ونيجي بقى لاخر فقره معانا وهي فقره الكابتنه. معلش طولت عليكم، لكن الحلقه دي كانت لازم يبقى فيها كميه المعلومات دي لانها حلقه مهمه. وخليني اقول لك بالنسبه لي في الكابتنه المضمونه، اول لاعب هيكون معايا هالاند طبعا قدام برايتون، وتاني لاعب هيكون معايا هو جواو بيدرو قدام فولهام، وتالت لاعب معايا طبعا هيكون لعيب زي برونو فرنانديز او كونيا او مبويمو، ايا كان انت معاك مين من مانشستر يونايتد. وهم دول اكتر كباتن مضمونين اقدر اقول لك عليهم للاسبوع الثالث. ونيجي بقى للكابتن الريسك، واول كابتن معايا هيكون طبعا ايلانجا من نيوكاسل اللي هيلعبوا ليدز، او بمعنى اصح اي لاعب معاك من هجوم نيوكاسل اللي هيلعبوا ليدز تقدر تكابتنه عادي، وهيكون كابتنه ديفرنشال خطيره. تاني لاعب معايا هيكون طبعا كريس وود من نوتنجهام فورست، او اندوي من نوتنجهام فورست اللي هيلعبوا طبعا ويست هام الضعيف دفاعيا، والحقيقه انا متوقع ان الماتش ده برده يكون فيه جوان كتير لنوتنجهام. اللاعب اللي بعد كده هو توركوفسكي قدام وولف، واللي انا الحقيقه متوقع ان هم يطلعوا بكلين شيت، وممكن توركوفسكي يجيب لك نقطتين من التدخلات الدفاعيه مع اي مساهمه هجوميه كده، ممكن يجيب دبل ديجيت عادي جدا في الماتش ده. وفي النهايه احب اقول لك ان الجوله الثالثه في الحقيقه مش سهله في ظل غيابات كتير واصابات كتير كلنا شايفينها في فرق ناس كتير، بس اللي يعرف فينا يظبط تشكيلته كده بالخيارات المتاحه في ايديه زي ما بيقولوا ويختار الكابتن الصح، هو اللي هيعرف يدخل التوقف الدولي بنفس حلوه ونفسه مفتوحه كده. وهستناكم تكتبوا لي في الكومنتات مين الكابتن اللي انتوا هتختاروه للجوله الثالثه، ومين اكتر لاعب في فريقك وعايز تمشيه ومحتار تجيب مين بداله، وانا هرد عليكم تحت في الكومنتات في اي سؤال. بس ما تنساش زي ما قلنا تعمل لايك وسبسكرايب في القناه لو مش مشترك، وتفعل زر الجرس عشان توصلك حلقاتنا اول باول. واشوفكم في حلقه جديده ان شاء الله على خير. سلام.